السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الرياضي المتجدد. النهارده أعزائي المشاهدين بنلقي الضوء على رياضة يمكن تميزت بها محافظة الإسماعيلية وأيضا شمال وجنوب سيناء، رياضات الهجن. الهجن أعزائي المشاهدين اتعودنا كل عام أن يكون هناك مهرجانا في منطقة سرابيوم، يمكن توقف خلال فترة الثورة ولكن عاد مرة أخرى وعاد بقوة، ويمكن غطيناه في العام الماضي هذا المهرجان اللي تميزت به المحافظة. هذا المهرجان سيكون المهرجان الخامس عشر، وسيقام في 20 و21 من هذا الشهر. سنتحدث عن هذه الرياضة، رياضة الهجن. سنتحدث أيضا عن تربية الهجن، هجن السباقات، وأيضا لنا حوار عن الفروسية وتربية الخيل وخلافه. أيضا أعزائي المشاهدين معنا ومعكم فقرتنا الثابتة عن الأخبار. ابقوا معنا. نبدأ مع المصارعة أعزائي المشاهدين، حيث انطلقت أول أمس في الإسكندرية بطولة الأمم الإفريقية للمصارعة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو، والتي تستمر حتى 7 من الشهر الحالي، وذلك بمشاركة 16 دولة تمثل دول القارة، وتسعى جميعا إلى الحصول على بطاقة السفر للبرازيل، حيث تتبقى فقط جولة أخرى بعد ذلك في الجزائر. يمثل مصر في المنافسات 21 مصارعا ومصارعة في الروماني والحرة والسيدات بمعدل 7 لكل وزن. لاعبات الأهلي أعزائي المشاهدين يحققن 9 ذهبيات وفضية في بطولة الجمهورية للجمباز. أيضا حسب الله والتهامي يمثلان مصر في اجتماع الدولي والإفريقي للريشة الطائرة. عز الدين ثابت يحصد ذهبية البحر المتوسط للأثقال. إلى كرة اليد أعزائي المشاهدين، حيث منتخب كرة اليد بيبدأ الإعداد لأولمبياد البرازيل 20 مارس. قرر الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد الأول بقيادة مديره الفني مروان رجب بدأ الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ليوم 20 مارس الجاري، وذلك بمعسكر القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام. منتخب اليد يدخل المعسكر آخر يوم 28 مارس الجاري، ومن المقرر أن يدخل أعزائي المشاهدين هذا المنتخب حتى 1 إبريل. المعسكر هيمتد من 28 مارس وحتى 1 إبريل قبل السفر إلى قطر للدخول في معسكر آخر مغلق. أورلاندو مديرا فنيا لمنتخب الطائرة تحت 23 سنة. قرر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة التعاقد مع الكوبي أورلاندو لتولي المهمة الفنية لمنتخب 23 سنة. يأتي ذلك في إطار إعداد المنتخب لبطولة العالم، والمقرر أن تستضيفها مصر 2017 القادم بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على التعاقد. ومن جانبه أكد فؤاد عبد السلام أن أورلاندو يمتلك سيرة ذاتية عالمية، مشيرا إلى أنه يتخذ قرار التعيين بشكل رسمي في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدا الاثنين في 13 عصرا بمقر الاتحاد. لنا وقفة عند الخبر ده. أورلاندو مديرا فنيا لمنتخب الطائرة تحت 23 سنة. يعني البلد ظروفها الاقتصادية زي ما انتم عارفين، الدولار مفيش يعني في ندرة في الدولار وارتفاع مستمر.
اتحادات رياضية بتتعاقد مع مديرين فنيين بعشرات الألوف بل بمئات الألوف من الدولارات. ده كمان مش الطائرة، لا القدم. كلكم عارفين مدرب الأهلي ومدرب الزمالك، كلنا عارفين اللعيبة الأفارقة اللي موجودين في الدوري. مفيش فرقة ما فيهاش لعيب أو اتنين على الأقل بدءا من الأهلي وحتى آخر فريق في الدوري بالنسبة لكرة القدم. النهاردة شايفين الطايرة وشايفين كل يعني الرياضات عمالة تجيب في مدربين أجانب، وكأن بنتعامل وكأننا سويسرا وكأننا الولايات المتحدة الأمريكية. لازم نراعي اقتصاد هذا البلد، يعني ما بقاش اقتصاد البلد في وادي والاتحادات الرياضية في واد آخر. يعني لابد من قرار جريء من وزير الشباب والرياضة، رغم أنه هو اللي اتخذ هذا القرار. نتمنى أن تكون هناك وقفة وتحجيم لاستخدام المدربين الأجانب. إلى الرياضات الجوية أعزائي المشاهدين، وبطولة مصر الدولية للقفز بالمظلات، حيث بتواصل هذه البطولة فعاليتها منذ الأربعاء الماضي ولمدة 8 أيام بمنطقة الأهرامات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشارك في البطولة 15 دولة عربية وأجنبية، وتنظم هذه البطولة وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة لتنشيط الرياضة. بنحيي الشباب والرياضة، يعني لما بيكون في حاجة يعني بنعاتبها عليه بنعاتب، ولما يكون في حاجة كويسة يعني حاسين ان في أزمة في السياحة فعملوا هذه البطولة القفز بالمظلات. رياضة مهمة جدا وناس كتير على مستوى العالم بيتابعوها. لما تتم على سفح هضبة الأهرامات، أعتقد دي رسالة جيدة جدا لكل دول العالم، والصورة مشرفة جدا لكل دول العالم. أيضا الشربجي ورنيم بطلة ويندي سيتي الأمريكية للسكواش. السكواش محقق يعني نقدر نقول بيقفز قفزات مهمة جدا من وقت إلى آخر. مصر حطت يعني ايديها على البطولات المختلفة وبتحقق المراكز الأولى والثانية وربما الثالثة أيضا. يعني تحية لرياضة الاسكواش في مصر اللي بتدار بشكل جيد جدا. إلى منطقة القناة أعزائي المشاهدين، براعم القناة ينافسون على المركز الأول، والكبار يسعون للصعود للممتاز في كرة اليد. إلى البولينج أعزائي المشاهدين، حيث اتحاد البولينج يحدد موعد لبطولة كأس مصر. أيضا مشاهدينا الأعزاء، هناك خبر بيقول أقيمت منذ أيام في الصالة الرياضية لهيئة قناة السويس بطولة منطقة الإسماعيلية البراعم في الكاراتيه، وشارك فيها جميع أندية الإسماعيلية. كما تم توزيع الجوائز والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في نهاية البطولة التي استمرت على مدى يومين. من جانبه قام نادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة بتكريم أوائل البطولة بتقديم الجوائز العينية والتقديرية لهم. خبر أيضا مشاهدينا الأعزاء عن التجديف. الخبر بيقول فاز فريق التجديف لنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالدرع العام لبطولة المنطقة، والتي شارك فيها نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية واللي حصل على المركز الأول. أيضا نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد حقق المركز الثاني، فريق الجلاء للقوات المسلحة الثالث. أيضا فريق قناة السويس ببور توفيق حصل على المركز الرابع، والمستقبل الخامس، وعصمة صون السادس، وتجديف بورسعيد السابع. أعتقد معنا تقرير، والتقرير جاهز نشوفه مع بعض. أنا الحقيقة يعني سعيد جدا بحضور الاحتفالية دي، بتعني استمرار للإنجازات بتاعتنا، بتعني إن في شباب واعد من مختلف المراحل السنية الحمد لله بيحقق إنجازات كويسة. رياضة التجديف من الرياضات المحترمة جدا العريقة جدا اللي لها تاريخ كبير مش بس في هيئة قناة السويس لكن في مصر كلها،
لما يبقى عندنا هذا العدد الكبير من الابطال من مراحل سنيه مختلفه وفيهم انسات وسيدات، الحقيقه حاجه بتدعو للفخر وللاعتزاز، وبتوري ان احنا رسالتنا مستمره، رساله هيئه قناه السويس في انها تستثمر في العنصر البشري وتربي اجيال صحيحه بدنيا وعقليا، مهتمه بالرياضه، ودي رساله يمكن قوميه بنعتبرها. النهارده هو تكريم بتعمله منطقه اسماعيليه للتجديف للفرق الفائزه ببطوله المنطقه 2015 و2016، واللي اخذ الدرع العام هو نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وده حاجه الحقيقه بتفرحنا وبتشرفنا. احنا بعد ما بياخدوا بطوله المنطقه بيشاركوا في بطوله الجمهوريه للشركات، وكمان هم بيشاركوا في بطولة الجمهورية بقى، مش بطولة المنطقة، بطولة الجمهورية العادية بيشاركوا، والحقيقة بيحققوا مراكز متقدمة، مراكز ما بين الأول والثاني والثالث في جميع السباقات يعني. أعزائي المشاهدين، زي ما قلنا موضوعنا الرئيسي عن الهجن ورياضات الهجن والمهرجان اللي بتقيمه محافظة الإسماعيلية من كل عام. يمكن هذا المهرجان بيعمل رواج كبير جدا في منطقة سرابيوم. بنقول أعزائي المشاهدين هذا هو المهرجان الخامس عشر، وبيقام في 20 و21 من هذا الشهر، شهر مارس. حول هذا المهرجان بيسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الشيخ سليمان أبو شكري من قبيلة المعازة ومنظم مهرجان الهجن هذا العام. أهلا بعد كده. الله يبارك فيك. أيضا الشيخ عطية سليمان المسعودي من قبيلة المساعيد ومن أهم المشاركين، ويعني يقول مواظب على يمكن معظم المهرجانات اللي بتقام في منطقة سرابيوم. أهلا بك يا فندم. الله يخليك يا سيدي. طيب يعني عايزين نتكلم شيخ سليمان، تربية الهجن، تربية الهجن اللي بيشارك في السباقات بتختلف عن تربية الجمال العادية؟ لا ما بتختلفش، ما فيش اختلافات كتير. هو التربية واحدة بس، بيختلف بتاعة اللبن ده بيتدربوش. لكن بتوع الهجن بياخدوا تدريب وتكليف وشغل يعني. انما في الاكل اكيد في حاجات بتسمن، في حاجات ممكن بتديله طاقه عشان يجري فتره. وبتوع السبق دول لهم اكل معين يعني. يعني احنا بنديهم اكل وجبات معينه معروفه. نقدر ندخل في التفاصيل ولا دي لها ناسها؟ لا عادي مفيش حاجه. اتفضل. يعني هو بنديله عليقه، نجيب له فول على شعير على ذره على كده. ما هو التسمين ما هو نفس الكلام. بس ده بناكله كميه محدده، يعني مش بنديله وياكل لما يشبع، لا. اكل خفيف، شويه برسيم. يعني له اكل معين اللي عشان ما يسمنش. عشان ما يسمنش. طيب شيخ عطية، يمكن قدامنا بعض الصور عن يعني ايه تجهيزات وتدريبات ويعني المضمار بتاع اللعب في سرابيوم. كلمني بقى الفترة دي بتعملوا فيها ايه استعدادا لهذا المهرجان؟ انا اولا كرجل اعلامي ليا دوري ان انا مختصر على دعوة القبائل وتحديد الاماكن اللي هم هيتجمعوا فيها
زائد ان لابد ان يكون الفرق المشاركة احنا بندون اساميها على مراحل، في فرق موجودة على ارض الملعب دي لتسنين الابل، زائد انها بتفرز الابل، ده يشارك ده ما يشاركش، ده يجري 3 كيلو، ده 5 كيلو، ده 10 كيلو، ده ناخده 12 كيلو، اللي هي الابل الحديثه. انواع السباقات انت قلتها كده، اللي 3 و5 و7 اللي هي الثنايا والجدعان والرباع والناب. لا فهمنا بقى عشان المطرود والحج دول اساسا اعمار سنيه صغيره. في الجدعان والثنايا والربعان والناب دي اعمار متوسطه بين 2 لغايه 5 سنين. لكن الحاج سليمان وضح نقطه، قال لك الابل اللي هي بتاعه اللبن دي ما بتجريش اصلا، لان معظمها بيكون هي لتربيه الاجيال اللي هي جايه تشارك في اللبن، اللي هي اللي ليها اسنان لبنيه، اللي هي الصغيره ولا اللي بترضع؟ الانثى اللي احنا بنقول عليها العشاير. دي لا يمكن انها تجري، دي ليها راحه، ليها سنه معينه. القبائل العربيه لابد ان احنا نختارها قبل السبق ب20 يوم 30 يوم عشان تتجمع. وانتوا اخترتوهم بالفعل؟ اخترناهم بالفعل. الحاج سليمان بيعمل حاجه حلوه في المضمار قبل السبق بشهرين بالظبط، بننسق مع الحاج امين الشعراوي رئيس لجنه المسابقات ان السبق معروف اذا في مارس او في ابريل، غالبا في مارس. بنعمل حاجه زي بروفات، زي سباق تجريبي. الحاج سليمان ناوي يشارك النهارده ب5 جمال، فقبلها بشهرين بيبدا بقى يجري 20 جمل، ياخد منهم 10، وبعد كده في الدفعه الثانيه ياخد 10، يعني بحيث انه يصفى على مجموعه ابل، ينتقي مجموعه ابل. وده اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده التدريب. دي حاجه. الحاجه الثانيه دوري انا كراجل اعلامي ان انا ابلغ القبائل دي انها تتجمع بالمواعيد اللي يقدر يجي فيها المتسابق يسجل اسمه، يلاقي لجنه مستنياه. طيب جميل جدا. زائد دعوه القنوات الفضائيه ورجال الاعلام، ده مهم جدا لنجاح اي سباق. قبل ما يخن الوقت، انا عايز احيي اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه. في السباق اللي فات بذل مجهود جامد معانا. السنه دي سياده اللواء علي العزازي مدير امن الاسماعيليه برضو كدس جهوده لنجاح هذا السباق، بجانب رئيس مركز ومدينه فايد ورئيس قريه سرابيوم. كل الاجهزه دي متعاونه معانا، بجانب القبائل المشاركه في العمليه التنظيميه. كل واحد عارف بالقبل بتاعه هيطلع امتى وهيخرج امتى وهيروح فين، بدليل ان حتى القبائل بتتواجد قبل مكان، يعني يوم 20 ممكن يوم 15 هتلاقي القبائل دي بدأت تجمع القبل بتاعتها. زائد القبائل البدوية العريقة بقى اللي هي بتجيب الخيمة البدوية، بيت الشعر اللي احنا بنقول عليه، ويبدأ ينصب البيت الشعر وفي مكان معين جنب المنصة، بحيث ان ده ملتقى لكل القبائل العربية، ده تراث اجداد كل القبائل. دي حاجة جميلة، وبيبقى ملتقى بدوي على مدار 3 أيام، شيء جميل بيسعد. مصرح للجميع انه يجي يحضر مصرح للجميع. احنا بنشجع سياحة داخلية، وده سياحة داخلية بتجمع كل القبائل. السنة دي كل القبائل مشاركة. النهارده معانا بسم الله ما شاء الله لغايه دلوقتي، النهارده الحاج امين مبلغني ان 7 دول عربيه مشاركه. طيب السعوديه، نقولهم بقى الدول المشاركه: السعوديه والاردن والكويت والامارات والبحرين. في بقى تونس بعتنا لها دعوه، والجزائر والسودان. وبالمناسبه في اتحاد افريقي اسس بقياده الحاج العمده سعد عثمان، ده من السودان ومقره الخرطوم. النائب بتاعنا اللي بيزيدنا شرف المحاسب عصام الدين عطيه، ابن الاسماعيليه طبعا. ابن مصر. ده نائب رئيس الاتحاد الافريقي، مدير السياحه الاسبق، وكان برضه ماسك المهرجان لفتره طويله، وله دور باع طويل معانا في على مدار ال15. السبق ده رقم 15 على كده على فكره، لكن هي 18 سنه، لان في 3 سنين له بصمات بامانه. والحاج امين الشعراوي. طيب انا هرجع لك مره ثانيه، لكن الشيخ سليمان كان الاول بيستخدم الروبوت على الهجن او الجمال. النهارده لا، بنلاقي الولاد قاعدين على الجمال. ايه التغيير؟ كان الاول الولاد بيقعدوا عليه وتغير بقى روبوت، وبعدين رجع الولاد تاني على ظهور الجمال. ليه التغيير اللي بيحصل ده؟ كان بنجيب شداد كبير الاولاني ده، فدلوقتي احنا غيرناه بالحويه الصغيره دي
عشان بتبقى خفيفة على الجمل. يعني هي بتبقى خفيفة على الجمل. لو تيجي على الشداد دلوقتي وزن الشداد أقل حاجة من 20 ل 25 كيلو. الحوية دي ما بتوصلش 4 كيلو. دلوقتي أنا خفيت عن الجمل كام 20 كيلو. يعني عشان الجمل كله رجع الولاد تاني برضه هيبقى موجودين، الاولاد الصغيرين دي موجودين دلوقتي موجودين. طيب ليه ليه شلتوهم ورجعتوهم قصة انت بتقول على الجهاز الجهاز اللي هو الروبوت ده. الجهاز اللي بالريموت ده. ده ما دلوقتي حدانا هنا السباقة بتاعتنا ومكاننا ما ينفعش فيه الريموت. لان احنا نظامنا لسه بستر ترابي وحزي، ما عملناش مكان حديد مضمار، يعني مضمار حديد دولي. لا لو في مضمار حديد كان احنا نشغل بالريموت ده على طول وخفيف على الجمل واحسن. لكن عشان الارض مفتوحه وما فيش يعني حديد يمسك الجمل من هنا وهنا، بنركب عليهم ايه. انا في حد قال لي كده جمله او معلومه كان في السبق اللي فات، قال لي برضو لما بيكون في جانب بشري فوق الهجن بيكون في روح للسباق، غير لما يكون روبوت شغال لوحده. يعني في منظر، يعني لما يكون اللي راكب واحد غير ما يكون جهاز. بس الجهاز برضو انت بتحركه بايدك. الجهاز ده هو صاحب الجمل هو اللي بيحركه، ويضرب ما بيضربش. والا كان الجمل بين مسارين ما يعرفش يطلع بره ولا جوه. انا شايف استاذ عطيه عايز يعلق على القصه دي، له تعليق عليه. احنا يعني مطالب للقبائل العربيه بتزعمها الحاج سليمان ابو شكري. القبائل العربيه لابد ان يكون ليها يعني مضمار يليق بيها، زي السعوديه، زي الكويت، زي الدول الخليج. المضمار بتاعنا ده لابد انه يكون زي ما الحاج سليمان قال مهيأ بأعمدة حديدية، بحيث ان الجمل لو في جهاز على ظهره ما يخلش توازنه. لكن النهارده انا احط جهاز على جمل هيغير مساره، ممكن يطلع على صحراء واسماعيليه، صحراء والسويس، ممكن يسبب لي في كارثه، ممكن يعمل مشكله. لكن المضمار ان شاء الله احنا يعني بنناشد، وانا نيابه عنه بناشد وزير الشباب والرياضه الاصراع السنه اللي جايه ان شاء الله نكون احنا عاملين مضمار يليق. احنا كل سنه بنقول كده وما بنعملش مضمار. لا لابد ان احنا نعمل، واحنا كقبائل العربيه مستعدين ان احنا نساهم في حدود امكانياتنا. بحيث ان المكان ده لابد، ده 15 سنه واحنا بنتسابق وبنحقق مراكز، وناس بتيجي من الشرق ومن الغرب ومن الدول العربيه. الضيوف العربيه اللي جايه دي 15 قبيله لغايه دلوقتي. 15 قبيله لازم نعمل لهم مكان يليق بيهم يعني. اعلنوا اشتراكهم. لسه النهارده الظهر مبلغني الحاج احمد ابو سلام ابو داوود نيابه عن قبيله اطمالات بانه هيشارك باكثر من جمل، ورغم انه شارك يعني كل يوم احنا في زياده قبائل، كل يوم احنا في زياده القبائل. فلا بد يبقى مضمار يليق بمصر، باسم مصر اولا، ثم بالقبائل العربيه ثانيا، ثم بالاسماعيليه. لان الاسماعيليه اصلا يعني موقع استراتيجي لكل القبائل وكل الدول بتجينا هنا. طيب. وعندنا محاصرين احنا بالموانئ المصريه. هنكمل مع حضرتك، لكن معانا سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، ويمكن بيبذل مجهود كبير جدا من اجل خروج هذا المهرجان بشكل يليق بهذه المحافظه. سياده اللواء اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام. الله يخليك. الله يخليك. يعني احنا عايزين نتكلم عن المهرجان، هذا المهرجان، مهرجان الهجن الجديد فيه بقى هذا العام ان شاء الله. والله هو الجديد ان هو هيبقى مزيد من الاهتمام في عمليه التنظيم. الجديد ان احنا الحمد لله السنه دي عندنا تاكيدات باشتراكات خارجيه بشكل مكثف وافضل مما سبق. في تواجد وتمثيل للاتحاد الافريقي والاتحاد العربي. فالمره دي المهرجان مختلف على هامش هذا المهرجان ان شاء الله، وهذا الحدث العظيم هيبقى فيه زي ملتقى للقبائل العربيه سواء على داخل مصر او خارجها، وهتبقى ان شاء الله على ارض الاسماعيليه وضمن فعاليات هذا المهرجان. انا الحمد لله داعم لهذا الموضوع بشكل كبير، لان بعتبره احياء لعلاقات واواصر المطلوب ان احنا نبقى يعني حريصين عليها بشكل كبير لمد جذور الصداقات والاواصر والامور العائليه
سواء دي على ارض مصر بين القبائل وبعضها والقبائل اللي لنا جذور معاها بره في الدول العربيه ان شاء الله. احنا يمكن بنعرض بعض الصور من المهرجان العام الماضي، كان مهرجان ناجح فعلا، وشفنا فيه اعداد كبيره من الساده الحضور من هنا وهناك، وفي تنشيط للسياحه الداخليه، بل يمكن السياحه الخارجيه ايضا اللي كتير من العرب بيحاولوا انهم يحضروا. هل هنشوف الجو ده مره ثانيه ان شاء الله هذا العام؟ لا عايز ان هو يبقى احسن من كده كمان ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله. يعني ضيوف الكرام اللي هو الشيخ سليمان ابو شكري وايضا استاذ عطيه المسعودي اثاروا نقطه مهمه جدا، انه التراك يا ريت التراك يكون موجود في المهرجان القادم او العام القادم بقى، وهم مستعدين، كل القبائل مستعده انها تشارك بتبرعات لانشاء هذا التراك او المضمار زي ما بيقول. سيادة المحافظ، يعني هل في نية ان احنا ندخل فيه بشكل جدي خلال الفترة المقبلة؟ لا، النية موجودة وان شاء الله، وننسق عليه ونشوف ايه المطالب وايه الموضوع ونتفق على انشائه باذن الله. باذن الله. الشيخ سليمان عايز يمسي على حضرتك يا سيادة المحافظ. ازيك يا سعادة الباشا؟ اهلا انا نفسي اشوفك والله، انا بحبك، انا قابلتك مره واحده عم نول، بس إلك معزه خاصه عندي والله. الله يخليك يا شيخ. الله يبارك فيك يا سيادة المحافظ. الله يخليك يا باشا، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. وايضا الله يخليك يا باشا. ايضا الاستاذ عطيه المسعودي يمكن برضه له طلب بقى في خصوص موضوع المضمار ده يا سياده المحافظ يا راجل يا محترم، احنا بنقدر جهود حضرتك السنه اللي فاتت والسنه دي، عارفين حضرتك ان انت مذلل كل العقبات امام القبائل العربيه لنجاح هذا المؤتمر، لان نجاحه ليس الاسماعيليه فقط ولا للقبائل، بل نجاحه لمصر كلها. وانا بحيي حضرتك دايما في كل الاوقات، وبشيد بجهود حضرتك دايما والله، وبنعتز بوجود حضرتك السنه اللي فاتت والسنه دي، وان شاء الله الاعوام القادمه تكون معانا بامر الله. افضل ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمك يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا جزيلا لسياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، ونتمنى نجاح هذا المهرجان بشكل كبير ايضا. شكرا جزيلا سيادتك يا فندم. ناخذ مع بعض اعزائي المشاهدين الفاصل التالي ثم نواصل. مرة تانية أعزائي المشاهدين، يمكن بنواصل لقائنا على الهواء مباشرة عن الهجن والشيخ سليمان. أنواع الإبل إيه يا ترى؟ يعني ناخد بشكل عام أنواع الإبل اللي بتشارك في السباقات. والله الإبل دي أنواع كثيرة. الأصايل في أصايل أساسا نقول عليها بلدي، أساسا هو ابن البلد. في أنواع كثيرة، يعني اللي بيجي من السعودية غير اللي بيجي من مصر، غير الجزائر، غير السودان. كل إبل إلها اسم وإلها رسم وإلها وسم. عندنا إبلنا هنا اللي أساسا عندنا جمال أساسا رسن، يقول لك رسن دنعنات، ده الرسن ده يمكن منه إبل كثير يقول عليهم من دنعنات. ضبعنات دول برضه عند العيايدة، عند قبيلة العيايدة. دنعنات عند المعازة. اختلاف في المسميات فقط ولا اختلاف في السلالات؟ في الأسماء والسلالات. كل ده نوع، ده رسن. وده رسن، ده كل قبيلة عندها تلاقي عندها رسن 2 3. افضل الانواع من وجهة نظرك بقى كراجل، يعني ليك نظرة في الموضوع يا شيخ، احنا الجمال اللي بقول لك عليهم دول كلهم انهم يعني انواع جيدة. ما نقدرش نقول حاجة فيهم وحشة ولا حاجة، كليتهم أجاد. عرفنات عند الحويطات وعند بلي وعند العيايدة ضبعنات
وعند اللهم صل على سيدنا بيلي عندهم برضه وجنات، يعني الجمال كثيرة وأسامي واجدة، يعني لو أقعد لك فيها الليلة ما بقى أحصيها. طيب الشيخ عطية، انتوا المساعيد خدوا مراكز وكؤوس في العام الماضي، كلمني بقى الإبل اللي بتشاركوا بيها بتبقى ايه بالظبط، وايه الجوائز اللي خدتوها السنة اللي فاتت؟ احنا دايما بنسعد دائما بان احنا بنشارك في هذا السباق، ليس لحصول الجوائز ولكن لاثبات الذات ان احنا موجودين. النهارده يعني 15 قبيله 16 قبيله يعتبر لغايه النهارده ابدوا موافقتهم بالاشتراك، منها قبيله بيلي والمعازه والعيايده والحويطات والحيوات والترابين والتياهه، وقبيله المساعيد منهم، والعليجات والطملات، وقبيله الجرارشه وقبيله مزينه والفوايده. معظم القبائل زي الجرارشه والبيضيه واولاد سعيد والجبليه، كل القبائل دي مشاركه. احنا قبيلتنا قبيله المساعيد لا يعنينا الجائزه، لكن لا يعنينا اثبات الذات، اثبات الوجود في السباق، لان عيب في حق القبيله ان السباق الاسماعيليه الثالث عشر او الرابع او ال15 او ال16 يعدي بدون ما نشارك. حصلنا على مراكز متعدده، بس هناك في قبائل منها بيلي والحويطات والمعازه دول والعيايده، دول دايما بياخدوا مراكز متقدمه لانهم مهتمين باللعبه اكثر من اي قبيله ثانيه، وده شيء جميل. فان السنه دي لغايه دلوقتي النهارده انا بدعو قبيله انفعات تشارك، بدعو قبيله الخرسه تشارك، بدعو قبيله السعديين، الطحاويه، الهنادي، قبائل كتير يعني بتعزف عن المشاركه، لكن المشاركه النهارده لابد منها لهدف. انا اتمنى ان هذا السباق يوصل 30 قبيله، والمحافظات الثانيه بتدفع طبعا. قبائل الشرارات اللي هو محافظات الصعيد لغايه النهارده محافظه الاقصر هتشترك ان شاء الله، البحر الاحمر، الفيوم، الوادي الجديد، مطروح، الشرقيه بتشارك بابل وخيول عربيه اصيله. يمكن هرجع مرة تانية لموضوع الإبل، لكن معانا تقرير من نادي الشبان المسلمين حول بطولة المنطقة لتنس الطاولة تحت 12 و15 و18 سنة. التقرير إعداد الزميل عادل الدالي، نشوف التقرير مع بعض. عندنا فرقة هنا بسم الله ما شاء الله، عندنا براعم كويسة جدا، لسه فاتحين مدرسة جديد ضامنين ليها لعيبة جديدة على اللعيبة القديمة اللي كانت عندنا. اللعيبة اللي عندنا الحمد لله حققت مراكز كويسة في بطولة المنطقة الأخيرة، اخدين 12 سنة أول ولاد، و15 سنة ولاد أول، و15 سنة بنات أول، و18 سنة بنات أول. وفي بطولة الجمهورية الأخيرة الحمد لله عملنا شغل كويس. أنا اسمي مها محمد السيد العربي، وعمري 12 سنة، وبلعب اللعبة بقالي حوالي سنتين، ويعني أنا بحبها لأن أنا يعني بقالي كتير بلعبها فمعجبة بيها، ويعني أنا الحمد لله منظمة وقتي في الدراسة، والحمد لله بطلع من الأوائل برضه في المدرسة. أنا اسمي سهيلة كمال محمد وسني 10 سنين، وبلعب في هذه اللعبة دي 3 شهور، وأنا واخدين في المركز الثاني. أنا اسمي هنا حسين وبحب اللعبة دي عشان كابتن فودة وكابتن محمد بيدربني، وأنا بلعب من 3 أشهر وبحب اللعبة. أنا اسمي مهند علاء سيد عبد الجليل، عندي 10 سنين. بحب اللعبة دي، بشكر كابتن طارق وكابتن محمد أبو دهب وكابتن فودة. أنا اسمي السيد علاء السيد عبد الجليل، وبلعب اللعبة وأنا عندي 7 سنين، وعندي دلوقتي 14 سنة، ودخلت دور ال 64 وطلعت أول مجموعة في 18 سنة. أنا اسمي مصطفى محمد علي، تصنيفي على الجمهورية 48، ومركزي على المنطقة أول 12 وأول 15، وأنا عندي 12 سنة وبلعب في نادي الشبان عشان بلعب اللعبة، والله يرحمه اللي مؤسسني كابتن حامد عرفة. أنا كريم سيد الصادق في منتخب مصر المعاقين، وخدنا أول بطولة منطقة إسماعيلية، واسمي كريم سيد الصادق عبد اللطيف يوسف. وبصراحة بنشكر كابتن طارق ونشكر كابتن إبراهيم وكابتن فودة على اللي عملوه معانا. أنا اسمي أحمد السيد وطالع ثالث على المنطقة، وأنا بشكر كابتن محمد أبو دهب وكابتن فودة وكابتن طارق.
عشان الاداء اللي هم عملوه معانا. انا اسمي كريم اسامه السيد، مش باخد اول ولا تاني، وبحب اللعبه عشان انا باخد مجهود منها وباخد اي حاجه منها كتير، بذاكر كويس وببقى شاطر في المدرسه. اسمي جانا. بحب لعبة التنس الطاولة عشان هي بتقوي ايدي وبتقوي جسمي كله. انا اسمي ياسمين. بحب التنس الطاولة كتير جدا، ويعني بابا شجعني على الرياضة. انا اسمي دينا سمطاوي، بلعب تنس طاوله. اخدت مركز اول على مستوى المنطقه ومركز اول على مستوى القناه، وطلعت من على الدور الثمانية في 18 سنه، ودلوقتي تصنيفي ال11 على الجمهوريه. انا اسمي رحمه حسن، عندي 14 سنه، بلعب اللعبه دي من 4 سنين. طبعا الكابتن محمود والكابتن محمد الله يرحمه حببني فيها. اخدت كذا مركز على الجمهوريه وكذا مركز محافظه ومنطقه. انا اسمي منى علي منصور، عندي 14 سنه، بلعب اللعبه دي بقالي 3 سنين او 4، وبلعبها عشان انا بحبها، واخدت اول منطقه فرق، وكمان خسرت من دور ال 32 على الجمهوريه، وان شاء الله هحقق في البطوله الجايه حاجه حلوه. اسمي مريم محمد حسن، وبلعب تحت 15 سنه و18، والحمد لله اخدت مركز، دخلت 16 على الجمهوريه في بطوله المنطقه، واخدنا اول في بطوله المنطقه 15 واخدنا اول 18. اسمي كابتن محمد ابو الدهب، ماسك فرقه البراعم، الفرقه الصغيره، تمام، وحققت بيهم اول منطقه 12 سنه اولاد، وحققت بيهم اول منطقه 12 سنه بنات، ومعايا يعني والحمد لله يعني شغالين شغل كويس في البراعم. عودة إلى حوارنا عن الإبل والهجن أعزائي المشاهدين. والشيخ سليمان، هل بتستغلوا فرصة هذا المهرجان وبيبقى فيه بيع وشراء، بيبقى فيه مزادات للإبل أو الهجن؟ في بيع وشراء، بس ما بنعملش مزاد يعني. أنا لو عندي جمل حلو عجبك أنت بتيجي تشتريه، أنا لو جيت بكرة حلوة عند واحد بشتريها، يعني بيحصل في بيع وشراء من أول يوم في السباق لبعد السباق. طيب، انا كنت بقرا اخبار عن سباقات الخليج وسمعت ارقام فلكيه بملايين الدينارات وملايين الدولارات الابل او الهجن اللي عندهم في السباقات. هل بيوصل هذا او بتوصلوا لهذه الاسعار؟ احنا بنتمنى ان احنا نبيع حدا، ان احنا نبيع في الخليج ويحصل سوق ويشاركونا هنا، واحنا لو رحنا شاركناهم في السبق في بلادهم هنبيع زيهم ملايين. احنا عندنا هنا الجمل يعني بيوصل 120 الف 150 الف اقصى حاجه، اقصى حاجه 150 الف. لكن في الخليج وفي السعوديه لا، بيوصل مليون و2 مليون و3 مليون. يا صلاه النبي. طيب، الشيخ عطيه المسعودي برضو تكلمني عن الابل، اسعارها يعني تعلى او تقل ازاي بقى؟ يعني انا مش حسب ايه؟ حسب المركز اللي حصلت عليه القبيله. يعني مثلا المركز الاول جائزه السيف الذهبي مقدمه السنه دي من الاتحاد العربي الكويتي برئاسه الشيخ حسين منع الدواس. اعتقد ده لو حصل على السيف الذهبي صاحبه وهو بيبقى محقق اشواط اعلى، وبنقول عليه احنا طاير، يعني طاير لا مؤاخذه، ان هو بيعتبر اسرع جمل في المسابقه. ده ممكن يوصل سعره ل 100 و 120 الف. ده بالنسبه لكم، بالنسبه للخليجيين يشتروه من عندنا من هنا. لكن احنا مع بعض سعره متوسط من 10 ل 15 ل 20، ما يزيدش عن 25. طيب، احنا معانا الشيخ امين الشعراوي، ويعني واحد من الناس اللي ليهم بصمات في موضوع الهجن ومسؤول ايضا عن هذا المهرجان. حاج امين الشعراوي، اهلا بيك معانا. اهلا بيك يا استاذ محمد، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك.
الله يخليك. انت رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد مظبوط؟ طيب حاج امين كلمني عن السباقات، انواع السباقات في هذا المهرجان يا ترى ايه؟ والله يا فندم سعادتك احنا عندنا الاتحاد المصري بيقيم على مدار السنه يمكن على 11 نادي في الجمهوريه، ويمكن السباق المزمع اقامته ان شاء الله يوم 21 مارس هو باكوره سباقات الاتحاد المصري كلها، لانه سباق مميز في محافظه الاسماعيليه، والحمد لله يمكن السنه دي اول مره يشارك معنا الاتحاد الافريقي بعد تاسيسه العام الماضي، وهيكون له زخم كبير ان شاء الله في الاسماعيليه، وسباق مميز لان حضرتك زي ما انت عارف احنا عندنا نادي العريش اللي هو النادي الرئيسي واقف عشان الاحداث اللي بتحصل في سينا، والاسماعيليه هي اللي هتقوم باعداد السباق للمحافظات الجمهوريه كلها بالاشتراك مع الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي وبعض الدول العربيه اللي ادت موافقه ان شاء الله على الحضور. يعني برضو ركز لي على السباقات، انا عايز اعرف المسابقات نفسها او السباقات نفسها، ممكن ناخد فكره عنها؟ عندنا على مدار اليومين 12 شوط من السباقات. في سباق اللي بدايته ال 4 كيلو اللي هو سن الحجاير والجدعان. وفي سباقات لسن اكبر منهم اللي هو سن الثنايا. وبعد كده في سن الربعان اللي هو اكبر سن شويه. فيما فوق في سن الناس، وعندنا السنه دي الشوط الرئيسي اسمه الماراثون 13 كيلو اللي هو اكبر سن في الابل. هيقام على سيف فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيف مقدم من وزاره الشباب والرياضه ومحافظه الاسماعيليه للفائز بالماراثون اللي هو اطول شيء في السباق، وهتشارك فيه دول عربيه، ويمكن هو الشوط الرئيسي في السباق. انا كنت هدخل لك في الجوائز، اديني بقى فكره سريعه عن الجوائز، انت قلت يعني كده الجوائز المقدمه. فعلا في جوائز مقدمه من وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري، جوائز ماليه لل 12 شوط، بندي فائز الجوائز من المركز الاول الى المركز الخامس، جوائز ماليه بالاضافه الى ميداليات للمتسابقين، بالاضافه للشوط الرئيسي جائزته سيف ذهبي وجائزه ماليه كبيره، ويمكن في مفاجاه السنه دي لاول مره في احد الاخوه ضيوف العرب سوف يقوم بتقديم جائزه ان شاء الله ثمينه لاحد الفائزين للمركز الاول. جميل جدا، واضح ان احنا نشوف حاجات جديده في هذا المهرجان، وباذن الله يعني بدعو الساده المشاهدين انهم يتابعوا، يا ريت يروحوا هناك، لان المقصود من هذه السباقات وهذه المهرجانات هو تنشيط السياحه الداخليه. هل لو في حد من القبائل العربيه له رغبه في المشاركه ممكن انه يشارك؟ لغايه النهارده الباب مفتوح؟ اي نعم. احنا عندنا يا فندم الباب مفتوح لعند يوم 19. لغايه قبلها بيوم. يوم 19 لجنه الاعداد ولجنه المستثنين والتشبيه وقيد المتسابقين متوجه من يوم 13 الى يوم 19 لقيد المتسابقين من جميع المحافظات الجمهوريه. فاي حد متسابق يبغى المشاركه يوصل ان شاء الله مقر السباق، هيلاقي لجنه في استقباله لتحديد سن جمله ويلعب في شوط وقيده في السباق ومشاركته ان شاء الله. والمواطنين ممكن يجوا يحضروا، مفيش دعوات خاصه او مش مغلق المهرجان؟ ممكن الدعوه مفتوحه للجميع. دعوه مفتوحه، والسيد المحافظ عبر قناتكم المحترمه بنقدم له شكر اللواء ياسين طاهر لاهتمامه الكبير وقصته معنا في المهرجان، وهو اللواء المحافظ مقدم جميع التسهيلات، ويمكن هتقام في باصات معينه في محافظه الاسماعيليه لنقل المواطنين الى مقر السباق على ارض الطرابين ان شاء الله. ده مجهودات جميله جدا، احنا بنحيي المسؤولين طبعا عليها والسياده المحافظ عليها، وبنشكر حضرتك الحاج امين الشعراوي، ولنا لقاء ان شاء الله هيكون في المهرجان. ايضا اعزائي المشاهدين، يمكن مربي الهجن لهم اهتمامات بالخيل، وزي ما بيقولوا الخيل في نواصيها الخير. هنشوف مع بعض هذا التقرير عن تربية الخيل بتاعهم ومن الرعاية الطبية ومن الوضع اللي انت عايش معاهم فيه. والله احنا قارينهم من زمان، اللهم صل على سيدنا محمد الاول. قارينهم من زمان يعني والخيل حلو يعني في كل مكان، اللهم صل على النبي. بنيته خير يعني. تمام. طيب بتتعامل مع الخيل ازاي؟ يعني مثلا الركوب والحركة والكلام ده اي حد منا عادي؟
لا مش اي حد، هو بيعرف صاحبه طبعا. تمام، الخيال نفسه. الخيال نفسه. تمام. طيب مثلا الاكل بتاعه بياكل ايه؟ طريقه الاكل بتاعه، التربيه نفسها. شعير وبرسيم حجاز وكده. تمام. في سكر ولا حاجه بياخده؟ لا ظروفه تدريب عادي يعني. تدريب عادي. تدريب عادي. تمام. طب التدريب اللي هو شغال مثلا بتعمل تدريب اللي هو بتمشيه كل يوم قد ايه، او مثلا الوضع اللي بتبقى فيه دائم؟ يعني ممكن نسرح بالجمال ورا الجمال بيهم يعني 5 كيلو 10 كيلو حسب 20 كيلو في اليوم. يعني على حسب المشي والوضع نفسه. الفرس ده اسمه ايه اولا؟ فرحان. اسمه فرحان. فرحان. اسمه فرحان. طيب انت بتركب خيل من امتى؟ من حوالي 3 سنين. 3 سنين. طب طريقه تعاملك مع الخيل بتتعامل معاها ازاي؟ يعني هو كطبع بتطبعه بياخد عليك، ومن كتر ما انت بتركب عليه مع الوقت بياخد عليك يعني كصاحبك زي كده يعني. تمام. طب بتدخل بيه مهرجانات او سباقات مثلا على مدى السنه؟ بنخش بيه سباقات. تمام. سباقات سنويه. سباقات البدو يعني. سباقات سنويه، سباقات البدو تعتبر يعني. طب السباقات مثلا دي بيكون فيها جوائز ويكون فيها حصول ويكون فيها ناس مشاركين من دول تانية؟ لا هي جوائز يعني من بعضينا يعني نجمع جوائز ومن مراكز، مثلا اللي بيجي المركز الاول بياخد جائزه والثاني لعند الثالث مثلا. تمام. طب من السن من كام سنه بتبدا تركب الخيل او تقدر تتعامل مع الحصان نفسه؟ والله هو من سن ممكن من 12 سنه تقدر تتعامل مع الخيل. هو بنطبع مع سنتين. لا الخيل سنتين، اما اللي يركب عليه مثلا. لا انا بتكلم عن الفارس اللي هو بيتعامل مع الخيل نفسه كام سنه؟ من 13 سنه 14 سنه في عز يعني انه يركب وكده. طيب هل ممكن طبيعي اي حد مثلا، يعني انا مثلا ممكن اركب الفرس دلوقتي واتحرك بيه، ولا طبعا ده تبقى صعب؟ لا هو على حسب نوع الفرس اولا، يعني ان كان هادي او شاق شويه زي كده يعني. انا اسمي محمد سليمان في سنه 5. سنه 5؟ يعني بتركب خيل من امتى؟ بقالك قد ايه بتركب خيل؟ يعني دلوقتي جالي سنتين كده. سنتين. طب بتعمل عروض حلوه بالخيل؟ ايوه بنخليهم يشبوا كده. والله؟ يعني ممكن تعمل لنا حاجه نشوفها دلوقتي مع الساده المشاهدين؟ ايوه لكن يعني هو ليه لما بكون يعني تعب جامد ما بيشبش. تمام. يظل واقف. ايوه. تمام. لكن هو فايق يعني كده تخبطه كده يشب مره واحده. شاركت في سباقات بقى وعملت عروض في السباقات؟ في سباق الهجن ولا سباق الخيل؟ الخيل. الخيل. شكرا للزملاء عادل الدالي وسعاد غزالي على هذا التقرير. وبرجع للشيخ سليمان، انتوا بتربوا خيل وإبل برضو في نفس الوقت، ايهما افضل بقى او يعني اسهل في التربيه؟ والله هم كل هيتهم كل واحد له مكان يعني. يعني الإبل دي احنا بناخذها بنستفاد منها باللبن وكذا، والخيل بنستفاد منها انها بنسرع بالإبل دي واحنا راكبين الخيل عليها. يعني هم اثنين ما فيش عنهم غنى. والله انا الحوار ما عايز اقفله، لكن هم بيقولوا لي الوقت خلص. عايز اختم بابيات شعريه عن الابل او الخيل او خلافه. موجوده جاهزه معاكم؟ موجوده. بقول الشاعر الشيخ عنيز الله يرحمه يقول: قلب الخبيث بلشنك اهدافه والله، والطيب ما هو للخطا حب رمان، يا راكب اللي ما يهاب المسافه ولا طبعوه فلان وفلان وفلان، جلده رهيف وزاد قلبه رهافه، طبعه عنود وما يخاطيه الجنان، لا وصفه لا قول عندنا زرافه ولا غزال ادمع في سرب غزلان، ارمي عليها الخرج ويكسيد فافه بدوير عن ما قلبها كل هجان، وده طريق البر مربى الزرافه والاسبد ما تلقى على الدرب فرقان، سوقه على اللي يطربوا للضيافة، ذباحة للضيف
جزل وخرفان وسلامة المستمعين. صح لسانك. الكلام ده بيتقال بقى في الهجن والابل ولا بيتقال في الحبيبه بقى؟ لا ده بينقال في الابل. في الابل. يعني واضح ان الحب شويتين للابل والهجن. في بيت شعر نقفل بيه كده يا شيخ عطيه؟ والله احنا لنا عباره مشهوره هناك بنقول ايه؟ بنقول الليله انا فرحان. اي واحد بدوي بيوصل المضمار بيقول الليله انا فرحان بلمه العربان في سباق الهجن عند الحج امين بصحبه الشيخ سليمان. يا سلام. دي عباره انت شوقتنا ان احنا نيجي نحضر. لا انت لازم تيجوا. بدعو جميع نحضر الامسيات الجميله ان شاء الله يا استاذ محمد من خلال قناه تلفزيون شبكه تلفزيون القناه. انا بدعو جميع الساده الاعلاميين وجميع المواطنين ابناء الاسماعيليه، وانا بقول ابناء الاسماعيليه الصغار قبل مصر الكبار كلهم اللي عايز يحضر مرحبا بكم يجي سرابيوم على ارض مضمار سباق الهجن بالاسماعيليه، واحنا بنحييكم وهتلاقوا الكرم وهتلاقوا القهوه البدويه وسوق عكاظ هناك. كل ما تشتهي الانفس سوق بنباع وبينشري. وعايزين احنا عايزين من كل ارجاء مصر، يعني الاسماعيليه الاسماعيليه اي مواطن اسماعيلي من العريش ومن شرم ومن بيحضروا ومن اسوان كمان. من اسوان ومن اسكندريه ومن جنوب سيناء ومن ويبع وكل دعوه عامه للجميع من خلال البرنامج. كلهم دول بيحضروا معنا، واحنا بندعي المصريين جميعا انه يحضروا مهرجان الهجن محافظه الاسماعيليه. يبقى دعوه من الشيخ وندعي يا اخواننا العرب كمان يعني من خارج الدوله. ندعي اخواننا العرب يحضروا مهرجان محافظة الإسماعيلية. شكرا جزيلا للشيخ سليمان أبو شكري وأيضا الشيخ عطية سليمان المسعودي، وإن شاء الله نلتقي في مهرجان الهجن بسرابيوم يوم 20 و21 من هذا الشهر، والدعوة عامة للجميع سواء بالحضور أو للمشاركة في السباقات. وزي ما سمعنا من الشيخ أمين قال لغاية قبلها بيوم ممكن لو حد من القبائل العربية عايز يحضر بالإبل بتاعته يشارك في السباقات. الدعوة مفتوحة ويا مرحب بيه. والأمسيات العربية اللي شوقونا ليها الشيخ سليمان والشيخ عطية هتخلينا نروح ونحضر هذه الأمسيات في سهرة بدوية حتى طلوع الشمس. حتى طلوع الشمس. سهرة بدوية فيها شعراء عرب من الأردن ومن السعودية ومن كل الدول المشاركة. سهرة بدوية فيها مطربين بدو، يعني احنا ما بننامش. احنا ما بننامش، وبندعو كل المواطنين انهم يجوا يشوفوا سباق الهجن ويسهروا معانا ويشوفوا الخيام البدويه. الخيام البدويه اللي فيها جميع ما تشتهي الانفس. مفتوح بوفات مفتوح. بضم صوتي لصوتك شيخ عطيه وللشيخ سليمان، ويا ريت كل المشاهدين اللي سامعينا يكونوا موجودين في منطقه سرابيوم في هذا المضمار، مضمار الهجن، ويشاركوا في الامسيات الثقافيه، يقعدوا في بيت الشعر يشوفوا السباقات بتاعه الهجن. ان شاء الله هتبقى ليله جميله جدا، ليله من الف ليله وليله. إن شاء الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين والى اللقاء.